السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم هي حلوة السنيكرز، سهلة التحضير، اقتصادية وبنينة بزاف، ما تديش من وقتكم بزاف، تجي بريستيج. ما تنساوش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفة على بركة الله. حطيت 250 غرام زبدة، نزيد نحط كاس سكر كلاصي، ومن بعد حطيت زوج عظام وندير بالباطر. نزيد نحط كاس نشا، وندير بالباطور. دركا نحط كاس فرينه بعد ما كنت صفيتها، ونزيد نحط وحده خميره الحلويات. بعد نستعمل المغرف. ندير بيدي كيما هكا. بعد نزيد كاس فرينه واحد اخر. كل مره نزيد الفرينه حتى تولي العجينه طريه. زدت الكاس الثالث وندير باليد كيما هكا. دركا حنزيد الكاس الرابع، نحط نص تاعو برك السح ونشوف معاه. دركا نلمها راهي صايي. بعد ما كملت لميتها غطيتها بكيس بلاستيكي كيما راكم تشوفوا. درك نبدا نخدم. هنا حنبدا نقرصها. رشيت الفرينه كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما قرصتها كيما راكم تشوفوا، ما تكون خشينه ما تكون رقيقه في الوسط. ودركا نطبعها كيما هكا. دركا بعد ما طبعتها نحي الزوائد كيما هكا. جبت البلاط حطيت فيه الفرينه كيما راكم تشوفوا، وحطيت فيه الكاطو. درك نحطو يطيب في الكوشه على درجه حراره 180 درجه. هنا بعد ما طاب دركا نحشيه كيما هكا. نجيب وحده فوق وحده نحطهم كيما بعضها كيما هكا فوق بعضهم. نحط في الوسط طافيه. دركا نزيد نحط الطافيه من الفوق بالشكل هذا. بعد نحط الكاوكاو بالطريقه هذه كيما هكا. كيما هكا ندير الحبه الثانيه، نحط لها الطافيه كيما هكا من فوق.
دركا نزيد نحط الكاوكاو كما هكا. هاك بعد ما كملتو نحطو في الفريجيدير باه الطفيه تجمد. بعد ما خليتها جمدت في الفريجيدير دوك نكلاصيها بالشيكولا بعد ما كنت ذوبتها في حمام مائي. نحاول نغطي الفراغات كامل، نغطيها مليح بالشيكولا. تكلاصيوها كيما كلاصيتها قبيله، تحبوا تستعملوا بالطريقه هذه. كملت كلاصيتهم، درك نخلي الشيكولا تجمد. هو الشكل النهائي. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودمتم في رعايه الله. ابقوا على خير.